أعزائي المشاهدين مع صباح الخيرات وأهلا وسهلا بكم في صباح الصباح رياضة للجميع. النهارده بنقدم لكم رياضة جديدة، طبعا هي مش جديدة على الكويت لكن جديدة على فتيات الكويت. بنشوف مع كابتن أحمد سعد. هو بدأ لمنتخب الكويت للسلاح الشيش الفلوري. ده مباراة حقيقية. طبعا المفروض يكون في الملعب مرتفع بالإضافة للجهاز اللي بيسجل العلامات الأهداف سواء الهدف صح أو الهدف خطأ. مع الإمكانيات كمان بين لنا النتيجة. شايفين الكابتن أحمد بيدي تعليماته. هو اللي احنا شايفينه ده مباراة مكتوبة تعليمات للتعليم. بيعلم الأعداد ازاي صد كلمني الكابتن أحمد الرأي في تكوين فريق الأعداد والسلاح الشيش. طبعا كلام عن ملابس الفارسات ده مش الملابس الرسمية. اوكي كده سوبرمان انا شايف خروج على الشمال 5-3. كابتن احمد ازاي بتحسب الارقام بتاعتها؟ طبعا جهاز يساعدني بحيث احنا عندنا قانون المباراه زي اولويه حق اللي هاجم. طبعا ما يوقف الهجوم الا الصد والرد. طبعا تحسب الاولويه حق اللي هاجم والاولويه حق اللي صد ورد. اللي هاجم طبعا اللي هاجم بحيث انه يكون اولويه له عقب الصد، او انه يكون هو بادي الهجوم، او يكون هو مدافع وراد مره ثانيه الهجوم. يتقدر بالنظر والجهاز هو اللي يساعد على كابتن احمد. عرفنا ان انت بدات منتخب لاعبات الكويت لسلاح الشيش فلوري. من امتى بدات؟ من امتى او كان؟ طبعا بدينا من شهر فبراير. كانت فكره من الاتحاد ان نشارك بنات احتفاليات البطوله العربيه، فما حالفهم الحظ ان يشاركون. بعد ذلك طبعا استمرينا احنا بالتمرين على امل ان نشارك في بطولات قادمه. الخوات هنا بالنادي عندنا ما قصروا، اتاحوا لنا الفرصه ووفروا لنا الصاله وامكانيات حسب الامكانيات اللي يقدرون عليها، وتبرعوا بعض الانديه مشكورين طبعا بالادوات الممكنه حق الفريق. ولا لحد الحين ماشيين بالتمرين. ايه العقبات اللي بتقابلك كمدرب او ايه تتمناه يكون موجود هنا عشان توصل للبطولات العربيه وفريق الكويت يمثل دوري الكويت في بطولات العالم ان شاء الله؟ طبعا ان شاء الله ما تكون عقبات قدر ما يكون عندهم مثل ما تقول مشاركه اكثر. كل ما البنات شاركوا اكثر بطولات احتكوا مع لاعبات من احتكاك طبعا. اي نعم. التطور طبعا الاجهزه هذه طبعا شيء ضروري. طبعا انا واحد فريق الا يكون امكانياتي متوفره واجهز الفريق من الملابس والملاعب والادوات اللازمه للفريق.
كابتن احمد سعد. نتمنى فريق فتيات الكويت يشارك في بطولة العالم ان شاء الله. ويعني عايز اعرف المفروض ايه الفرق اللي عايز اعرف يعني بين رياضة سلاح الشيش بالبنات وسلاح الشيش كده. طبعا ما في فرق، حيث ان اللبس نفسه هو اللهم الواقي يختلف. طبعا اللبس يختلف بالنسبه حق جسم الاولاد وجسم البنات. طبعا حمايه البنت تكون اكثر حمايه لها، زين، بس انما اللي يختلف بس بالعدد اللمسات. طبعا الاولاد يلعبون من التحكيم طبعا المباريات اقصد انا. البنات يلعبون من 12 لمسه، الصبيان يلعبون 15 لمسه. اصغر سن ممكن الفتيات تلعب سلاح الشيش؟ طبعا انا هني بالنادي عندي تقريبا اصغر سن عندي 8 سنوات. 8 سنوات. بس اللي يحق لهم يشاركون او ممكن تقدر تشارك البنت من غير اي صعوبات من 12 سنه نقدر نقول ممكن نبدا فيها. جهزوا للبطوله العربيه البطوله القادمه؟ والله حاليا احنا تمريننا مستمر، يعني على الامل ان نشارك من بدايه موسم 95 96 ان شاء الله بطولات عربيه. راح نكون بدايتنا بطولات عربيه.